إن كان حقا ما يخبرنا النعي، قولوا لمصر تصبري لا تجزعي. قولوا لها يا مصر حقا هل ثوى حسن بن مرزوق بقفر بلقعي. دفنوا ابن آدم في الثرى قد غيبوا علما غزيرا جل عن تعداد. فإذا رأيت الناس قلت تشابهوا في صورة الأشباح والأجساد. لكنما تسمو الرجال بعلمها وبما حوت في صدرها من زاد. دفنوا الفرات وإننا لعلومه عطشا فما فينا به من صاد. لم أسل عن حسن وآدم بعده حتى أتى الناعي بموت فلاحي. عز الكويت صغيرها وكبيرها برحيل شيخ باسم وضاح. ولا سيما في هذا الوقت إنه قل العلماء، قل الفقهاء كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى